في الاستوديو ارحب بالناقد الرياضي عايد بن عبود. اهلا وسهلا بك استاذ عايد. خرج بعد ما الاخبار اللي قالت انه يايسلا ما راح يكمل مع الاهلي، طلعت كميه اسماء كبيره جدا، ومارسيلينو، فيرنر الالماني، اسماء، ثم في الاخير يعلن الاهلي التعاقد مع اسم لم يكن مطروحا على الساحه. وش تحليلك اللي حصل؟ ما أعرف، بس اللي قاعد يصير في الأهلي شيء غريب يعني صراحة. يعني أحداث متوالية للأهلي، آخرها كان تعاقد مع مدرب لا يحمل سي في قوي، مدرب درب تقريبا 3 أندية فقط، تفنتي وأهل للأضواء في الدوري الهولندي، شختار حقق معها بطولة دوري وبطولة كاس، ثم العام الذي يليه بطولة كاس، ثم الجزيرة الإماراتية العام الماضي. هذا كسي في كمدرب، هو عمل فترة طويلة كمساعد مدرب صحيح، لكن يظل بسي في متواضع جدا يعني لنادي بحجم الأهلي، محقق بطولتين نخبة آسيوية متتالية. الجميع كان يتوقع مدرب صاحب سي في عالي، لكن يظهر لي أنه لا زالت الأمور المالية في أندية الصندوق بالذات التي كان عندها صرف كبير جدا المواسم اللي راحت فيها ضبابية كبيرة، ويمكن أن الأهلي يريد إعادة تجربة ياسله في أنه لما قدم للأهلي كان ملفت للأنظار، لأنه ما كان يحمل أيضا سي في قوي خلال فترة تدريبه. أعزائي السادة المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم داخل مملكة الراقي الملكي. الكابتن عايد عبود ينتقد إدارة الأهلي السعودي في اختيار مارينو بوسيتش كمدرب للراقي الملكي. قال لك إن إحنا كنا طمعانين، أو المفترض إن جماهير الأهلي طامعة في مدرب يكون عنده CV قوي. لماذا تم اختيار هذا المارينو بوسيتش؟ هذا الاختيار خاطئ بنسبة 1,000,000%. وبعض الناس على السوشيال ميديا بتحاول تهيئ الأمر. يعني إيه بتحاول تهيئ الأمر؟ يعني في بعض البوستات تقولك هذا المدرب قوي جدا جدا هجوميا، وهيسجل 4-5 أهداف كل مباراة. طيب، ما هي القوة الهجومية على حد قولهم والاستحواذ والخط المرتفع هيسيب مساحات في الخلف، وخصوصا ان انت ما عندكش لاعب بوكس تو بوكس قوي، لان هذا البوكس تو بوكس هيكون مهمته كبرى في التحولات الدفاعية والتحولات الهجومية. ده رقم 1. رقم 2، أزمة علي مجرشي اللي حتى الآن ما اتحلتش. وانا قلت قبل كده ان علي مجرشي واحد من افضل 3 باك يمين في العالم العربي. علي مجرشي من افضل 3 باك يمين في العالم العربي. فانت كده ما عندكش باك يمين اللي هو علي مجرشي، ما عندكش لاعب مركز 8 في التحولات الدفاعية والتحولات الهجومية. ده غير كده ان لسه اللعيبة هتنسجم مع اسلوب عمنا طبعا مارينو بوزيتش، بالاضافة ان المدرب اساسا لسه عبال ما يطبق افكاره ويسيطر على أوضة الملابس. كل ده هياخد وقت، فانت عندك اقل حاجة 5 مباريات عبال ما هذا المدرب ينسجم. فالكابتن عايد عبود يعني مستاء من هذا المدرب ومن هذا الاختيار الصادم للجميع. قبل ما ندخل في التفاصيل ونتكلم عن الحتة التكتيكية اللي حضراتكم متعودين عليها، يا ريت تدعمنا باللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، لأن تفعيل زر الجرس مهم جدا جدا ليصلك كل ما هو جديد. عمنا مارينو بوزيتش هنفترض ان هو هيلعب هايبرس او هيلعب لعب استحواذي زي ما بيتقال في صفحات السوشيال ميديا او البوستات على السوشيال ميديا. انت لازم يكون عندك هايبرس اند جيجان بريس. ليه؟ يعني ايه هايبرس اند جيجان بريس؟ يعني انت لما تيجي تضغط عالي هتلعب طبعا لعب استحواذي وهتملك الكرة، هتعمل هايبرس. اول ما الكرة تتفقد منك ماذا تفعل يا عم بوزيتش؟ هنا السؤال المهم. ماتياس ياسلا كان عنده لعيبة قادرة على الضغط العالي اند جيجان بريس، يعني الضغط العكسي. كان عندك رياض، وكان عندك طبعا مجراشي،
وكان عندك جالينو، عندك فرانك كيسيه، عندك اتانجانا. كل اللاعبين دول كانوا متعودين على الضغط العالي ثم الضغط العكسي. كان في انسجام وارتباط كبير بين كل اللاعبين. انت عندك حاليا علي مجرشي الله اعلم مصيره، رياض محرز تم رحيله، فرانك كيسيه تم رحيله، واحتمال او بيقال انه ممكن يرجع تاني، ولكن انا لا اعتقد. عندك ايفان توني في مشاكل ظهرت مؤخرا، فانت تقريبا 4 لاعبين بالاضافه الى انزو ميو اللي مش عارفين اساسا هيلعب اساسي ولا لا. فانت عندك تقريبا 5 لاعبين وليس 4 لاعبين. علي مجرشي غير موجود، رياض محرز غير موجود، ايفان توني غير موجود، فرانك كيسيه غير موجود، انزو ميو غير موجود، الخماسي. فانت عشان تطبق الهاي بريس اند جيجان بريس محتاج تمرن اللعيبه الجديده، محتاج اساسا اللعيبه الجديده ينسجموا معاك وانت تنسجم سريعا مع الفريق. كل ده هياخد وقت، كل ده هياخد وقت. بالاضافه الى ان المدرب اساسا غير قوي، السي في بتاعه غير قوي، عدد بطولاته غير قويه. ف ايه بطولات عمنا بوسيتش بطل الدوري الاوكراني مع شختار الاوكراني؟ كل اللي انا اعرفه عن الكره الاوكرانيه مخائيله مدرك فقط لا غير. بكل امانه يا جماعه، انا كل اللي اعرفه عن الكره الاوكرانيه ميخائيلو مدرك، اللاعب البوتنشال اللي راح تشيلسي من قيمه تقريبا 3 سنين وتوقف ورجع من الايقاف وهيلعب في الفتره القادمه. بس هو ده اللي انا اعرفه عن اوكرانيا. فما تجيش تقول لي ان يعني الدوري الاوكراني ده اقوى من دوري ابطال اوروبا، مش منطق مثلا. او تقول لي ان شختار ده احسن من تشيلسي او احسن من ريال مدريد، مش منطق. فهذا المدرب تم اختياره بناء على ايه؟ ده سؤال مهم بيطرح نفسه. ولكن خلاص اللي حصل حصل، والمدرب طبعا تم تعيينه بشكل رسمي، هو ميخائيلو او عفوا مورينو بوزيتش، مدرب الراقي الملكي الحالي. فلازم كلنا كإدارة، كلاعبين، كجمهور، ككل شيء، كإعلام، لازم كلنا ندعم مارينو بوزيتش بإذن الله تعالى، يتم توفيقه مع الراقي الملكي ويحقق بطولات. لأن إثبات وجهات النظر شيء خطير جدا جدا وسيضر الأهلي السعودي. في ناس ممكن تتمنى خسارة الراقي الملكي علشان تثبت وجهة نظرها إن هذا المدرب ضعيف، هذا المدرب السي في بتاعه سيء، هذا المدرب لا يصلح. طيب ما هو ايه الجديد؟ ما هو كوكب الارض تما عارف ان السي في بتاع مارينو بوزيتش سي في ضعيف ولا يصلح للاهلي السعودي ولا يرتقي لفريق كبير. فانت يعني انت ليه تتمنى خسارة الراقي الملكي علشان تثبت وجهة نظرك؟ زي ما بعض الجماهير في تشيلسي، ليفربول، برشلونة، ريال مدريد و الى اخره، لما يكونوا حابين يثبتوا وجهة نظرهم او يأكدوا وجهة نظرهم، ممكن يتمنوا خسارة الفريق بتاعهم علشان يثبتوا وجهة نظرهم. وموضوع اثبات وجهة النظر بقى مكتسح كوكب الارض. كل واحد شايف نفسه هو اللي صح والناس كلها غلط، كل واحد شايف نفسه هو اللي بيفهم والناس كلها لا تفقه شيء في الحياة. فواحدة واحدة كده يا جماعة، ونصلوا على سيدنا محمد وندعم المدرب ونسيب التوفيق طبعا بيد الله عز وجل. ممكن يتوفق وممكن ما يتوفقش، الغيب في علم الله عز وجل. فأنا حبيت أتكلم مع حضرتك وأطرح لحضرتك هذا الأمر المهم، طبعا بالإضافة إلى الحديث بتاع الكابتن الناقد الرياضي عايد عبود، علشان حضراتكم تكونوا في الصورة وحضراتكم تبقوا عارفين الأهلي السعودي رايح على فين. وبكده تكون خلصت الحلقة. فضلا وليس أمرا ادعمنا باللايك. حضرتك لو مهتم بالأهلي السعودي وتحليل مباريات الأهلي السعودي، انت هنا في المكان الصح. يا ريت تشترك في القناة وتأكد من تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. أشوفكم على ألف خير في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.